بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يا رجال هنبدأ مع بعض فصل جديد النهارده، هو تشابتر 6. احنا قلنا لحد تشابتر 5 أكيد هتمتحنوا ليه الميد ترم بتاعكم لحد شابتر 5 اكيد، يعني ده المؤكد. تمام، هنبتدي من عند شابتر 6 ده الجديد. شرحت لكم ال5 الاولانيين تمام، وان شاء الله اتمنى تكونوا فهمتهم كويس، ولو في اي حاجه هنتابع معاكم برضه اول باول، ولو في اي حاجه تبلغونا. تمام. نيجي بقى للشابتر 6. الشابتر 6 لما يكلمك عن الهوست ريزيستنس تو انفكشن اللي هو المقاومة للانفكشن، يعني بمعنى الصح يكلمك عن الاميون. يعني الاميون سيستم يعني الجهاز المناعي. اتكلمنا عن عن الاميون سيستم، الجهاز المناعي. ده الجهاز المناعي قال لك ده لما يتعامل ضد الانفكشن. وانت خدت في ثالثه ثانوي الجهاز المناعي بالتفصيل، خدت خط دفاع اول، خط دفاع تاني، مناعه مكتسبه، مناعه وراثيه، الكلام ده كله. قال لك ايوه، قالك هو موجود هنا بس بس بالانجليزي. وكمان مش هديك المحاضرة كلها، هقول لك الحاجات المهمة فيها اللي انت هتمتحن عليها، الباقي مالكش دعوة بيه. كمان يا عم ايوه، قال لي هروج عليك. قلت له ماشي انا معاك. تمام، يبقى هشرح لكم ان شاء الله المحاضرة الشابتر 6 لما تتكلم عن الاميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي. قال لك التعريف بتاعها مش عايزين، والاميون سيستم كمان مش عايزين، والتعريف بتاع الاميونيتي المناعه نفسها كمان مش عايزين. قال لك اهم حاجه، اهم ما في الصفحه دي الجدول اللي عندك ده. وقلت لكم اي جدول في المايكرو مهم جدا جدا جدا، قلت لكم كده من اول محاضره. او الجدول في المايكرو او اي جدول قصدي في المايكرو مهم جدا 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 جدا. تمام، يعني الجدول اللي قدامك ده اقل حاجه في الامتحان سؤال يا سؤالين، ديت اكيد، يعني ما فيش المجال للشك فيها. تمام، فانت لازم تكون حافظ الجدول سهل وبسيط. قال لك الفرق بين الانيت اميونيتي والادابتيف اميونيتي، يعني المناعه الوراثيه اللي انت وارثها موجودة في الجينات بتاعتك، او المناعة المكتسبة. قال لك الانيت اميونيتي المناعة الموروثة ديت عم تبقى انبورن، يعني عم تولد بها، موروثة يعني انت مولود بها، انت ورثتها من ابوك او من امك او من كلا الابوين. تمام، انما الادابتيف اللي هي اكوايرد يعني مكتسبة، دي مناعة مكتسبة زي ما قلنا، ودي تكتسبها من الطبيعة. تمام، قال لك المناعة الانيت اللي هي الموروثة ديت immediate، يعني عما تبتدي تستجيب لأي انفكشن حصل في الجسم في الحال على طول. اول ما يحصل انفكشن في الجسم تروح جايمه المناعه اللي عندك اللي انت وارثها من ابوك، وليكن مثلا انت وارثها من ابوك، هتقوم تجري على الانفكشن ده تبتدي تحارب فيه. انما المناعه المكتسبه الادابتيف ديت ديلايد، يعني متاخره، عما تاخد وقت عبال ما تجي. تمام. قال لك المناعة الموروثة دي نون سبيسيفيك، مش محددة لنوع معين من الانفكشن. يعني مثلا ما يقولكش بكتيريا نيجاتيف جرام مثلا وليكن، ما يحددلكش، ديت غير محددة. يعني اي بكتيريا دخلت الجسم او اي انفكشن دخل الجسم عما تبتدي تحارب. تمام، انما بقى المكتسبة دي سبيسيفيك، يعني محددة، يعني بمعنى صح عما تحارب انواع معينة فقط من من البكتيريا او من الانفكشن. عندها تعليمات، يعني زي ما يكون واحد شغال مثلا عندي، انا مدي تعليمات ان هو يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. تمام، غير بقى لما يكون الشخص ده حر يعمل اللي هو عايزه براحته. تمام، بس بمعنى صح ما يضرش غيره. يعني قال لك انت حر ما لم تضر. هكذا المناعه الموروثه هي حره تقتل اللي هي عايزاه، بس مش عم تضرك خالص. دي مناعه عندك موروثه انت وارثها، يعني ملهاش اي ضرر، كل اللي فيها عم تفيدك، عم تقتل اي انفكشن دخل الجسم، اي ميكروب، اي بتاع ده، اي انتي قصدي اي كوكاي دخل الجسم مختلف، فتبتدي المناعه الموروثه على طول تقوم بسرعه تروح عليه عشان تهاجم. تمام، تعمل له اتاك. انما المناعه المكتسبه دي محدده بانواع معينه من
من الانفكشن. تمام. قال لك الانيت اميونيتي اللي هي المناعه الموروثه دي نيو ميموري، ما عندهاش ذاكره، يعني بمعنى صح لو حاربت انفكشن معين وليكن اسمه ايه، تمام، ما تاخدش اي ذاكره فيها. يعني مثلا وليكن دجيت انا ومحمد، اروح انا عارف شكل محمد وحافظ شكله وعارفه منين وبتاع، عشان لو جبلته بعد كده تاني وعارف نقطه ضعفه، عشان لو جبلته بعد كده تاني عامل ايه، اضربه. تمام. المناعة الموروثة ما عندهاش كده، ما عندهاش كده، لو مسكت محمد او شافت محمد ضربته او ما ضربتوش خلاص هي نسيت الموضوع على كده، يعني سواء ضربته وقضت عليه خلاص، ما ضربتوش وما قضتش عليه برضه خلاص انا مش هسأل فيه. تمام. انما المناعة المكتسبة دي بقى عندها ميموري، عندها ذاكرة، يعني بمعنى صح لو دخل لها الانفكشن ايه، تمام، ابتدت تهاجم وتغلبت عليه، هيبقى عندها ذاكرة منه تاني، عشان لو حاول الانفكشن ايه ده يعمل اتاك تاني للجسم، هيبتدي يقول لها انا فاكرك وعارف نقطة ضعفك فين وهموتك بسرعة. تمام. زي مثلا ما اتخانق انا ومحمد زي ما قلت لك، وانا عارف نقط ضعف محمد، خانقت انا وهو قبل كده، فعندي ذاكره ليه او حافظ له ان هو شكله كذا، نقطه الضعف بتاعه كذا، فاول ما يجي يجرب منه اروح ضربه في نقط الضعف بتاعته خلاص قضيت عليه. تمام. ده اهم حاجه. الجدول ده مهم جدا جدا جدا، هو بسيط جدا بس مهم جدا 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 جدا. تمام. قال لك التعريف بتاع المناعة الموروثة ملناش دعوة بيه، مش عارف. نيجي للصفحة اللي بعدها. قال لك هيكلمك عن المناعة اللي هي الموروثة اللي انت وارثها، اللي هي الفيرست لاين والسكند لاين والسكند لاين. تمام. انا بكلمك عن حاجتين، الفيرست لاين والسكند لاين. الفيرست لاين ملناش دعوة بيه. نيجي للسكند لاين. السكند لاين فيه حاجتين، يا اما circulation of hormonal اللي هو تبع الهرمونات اللي ليها دعوة باللايسوسوم، ودي برضو ملناش دعوة بيها. هنروح لرقم 2 اللي هي في الصفحة الثانية اللي هي ايه، السيلولار كومبوننتس، مكونات الخلية. عم تبتدي تعمل اتاك لمكونات الخلية، فعشان كده تقوم المناعة الموروثة اللي هي في السكند لاين. لاين. يبقى قلنا المناعة الموروثة ديت ليها 2، يا اما فيرست لاين يا اما سكند لاين. الفيرست لاين ملناش دعوة بيه، ما تجيش عنده. تمام. السكند لاين ده حاجتين، يا اما يكون عن طريق الانزيمات يا اما يكون عن طريق السيلولار كومبوننتس اللي هي المكونات الخلويه. مش هنتكلم عن الانزيمات خالص، ملناش دعوه بيها، يعني مش مهمه وبمعنى صح مش داخله معاك في الامتحان. هنبتدي نتكلم عن السيلولار كومبوننتس، المكونات الخلويه بتاع المناعه المكتسبه. قال لك اول حاجه الفاجوسايتس اللي هي البلعمه، عمليه البلعمه. الفاجوسايتس انت فاكرها اكيد من سنه ثالثه ثانوي، مش فاكرها تعالى افكرك بيها. تمام. يبقى الفاجوسايتس اللي هي عملية البلعمة اللي هي موجودة من مكونات الخلية في المناعة الوراثية اللي انت وارثها، اللي انت مولود بيها، اللي هي مش محددة بنوع معين من الانفكشن. تمام. قال لك عملية البلعمة it is a process of engulfment اللي هي عملية ابتلاع of particular matter، عملية ابتلاع الجسيمات as bacteria، زي البكتيريا. قلنا زي بكتيريا after entering blood، بعد دخولها الدم، or tissue fluid او سوائل الانسجه. باي فاجوسايتس سيلز بالخلايا البلعميه. قال لك على سبيل الماكروفاجز اللي هي البلاعم، على سبيل البلاعم. يبقى عمليه البلعم اول ما تقابل اي كائن تروح على طول تبلعه من اسمه، يبقى هي عمليه ابتلاع الجسيمات زي الميكروبات. عم تبتدي تشوف اي اجسام مضره موجوده في الجسم تكسرها وتبلعها. اما تروح الانتيبوديز زي ما انت عارف اللي هي الاجسام المضاده الموجوده في جسمك، تروح تلتصق بالبكتيريا ديت عشان تاخد المعلومات منها، وبعد كده تيجي عمليه البلعمه تحفز عمليه البلعمه، وتيجي عمليه البلعمه عشان تعمل تلتهم البكتيريا دي. تمام كده. تمام. يبقى دي عمليه ابتلاع للبكتيريا مثلا، تمام، الموجوده في الجسم او في السوائل بتاع الانسجه. تمام. بالخليه البلعمه وبالعمليه البلعمه بتاعتها. تمام. فهي قال لك the process of phagocytes اللي هي عملية البلعمة occurs عم تحدث in subsequent steps في الخطوات الآتية.
قال لك عملية البلعمة عم تحصل في 4 حاجات، يا اما تشيموتكسس يعني انجذاب كيميائي، عم يعملها انجذاب كيميائي زي ما قلت لك يحفزها، هتعملهم عن طريق 4 حاجات. التحفيز ده عن طريق 4 حاجات. اول حاجة الشيموتوكسيس اللي هو انجذاب كيميائي، اما تبتدي البكتيريا دي او الانتيبوديز اللي التصقت بالبكتيريا اللي موجوده في جسمك دي تبتدي تجذب عمليه البلعمه عن طريق 4 حاجات، اللي هو التشيموتوكسيز اللي هو انجذاب كيميائي، زي الميجريشن اللي هي هجرة اوف ذا فيجوسايت سيلز تو ذا سايت اوف انفكشن. تبتدي الخلايا البلعميه دي تهاجر، يعني تجري الموقع الاصابه. قلنا تحفزها، خلي بالك من كلمه تحفزها، دي كلمه خطيره. انا قلتها لك هتلخص لك الاربع اللي انا هقولهم لك دي، بس واحده واحده. تمام. ديت المراحل بتاعه التحفيز والالتصاق. دي اول مرحله اللي هو الانجذاب الكيميائي فيها. تبتدي تجري الخلايا البلعميه، عرفت ان البكتيريا مثلا وليكن في المكان ده، تبتدي تجري الخلايا البلعميه فين؟ عند الموقع ده. تمام. تاني حاجه تروح عامله اتاشمنت بيها، تلتحق بيها، يعني تلتصق بيها مع صح. قالك زي فاجوسايت السيلز الخلايا البلعميه اتاج ذا بكتيريا نون سبيسيفيك اور سبيسيفيكلي، يعني الخلايا البلعمية عم تبتدي تلتصق بالبكتيريا سواء المحددة او مش محددة، يعني ليها شكل خاص او ملهاش شكل. تمام. بعد كده عملية الاندوسايتس اللي هي عملية الالتقام بقى، عملية الالتحام، عملية الابتلاع بقى. تمام. جالك ذا فايتوبيوتيز في نهاية المطاف eventually support the bacterium and engulf it and from phagosome. قالك في نهاية المطاف عم تبتدي تحيط البكتيريا بالايفنتلي اللي هي بالارجل، تحيط البكتيريا بالارجل اللي هي قلنا الاجسام المضادة. تمام. خليك معايا من الاول، خليك معايا في الموضوع عشان ما تتوهش. وهتبتدي تلتصق في الارجل اللي هي الاجسام المضادة الانتيبوديز اللي هي التصقت بها الموجودة على سطح البكتيريا. تمام كده. تمام. او قال لك ذا راوند ذا بكتيريا اللي هي الارجل الكاذبه بتاع البكتيريا دي، هي ما عندهاش ارجل بس احنا اللي بنقول عليها الانتيبوديز. تمام. قال لك اند انفولت، وهتبتدي تبتلعها اند فروم فاجوز وتشكل عمليه البلعمه. يبقى عمليه البلعمه عن طريق عن طريق 4 حاجات. قلنا اول 3 تبتدي تعمل انجذاب كبيره، تعرف عمليه البلعمه او الخلايا البلعميه دي تعرف موقع الاصابه فين وتروح طالعه جاريه على الموقع. تمام. تاني حاجه تبتدي تلتصق بالبكتيريا، تروح عمليه البلعمه دي تلتصق بالبكتيريا سواء بشكل محدد او بشكل غير محدد. البكتيريا ديت عليها ارجل كاذبه اللي هي قلنا الانتيبوديز، صح كده. تمام. عليها الانتيبوديز من بره ديت او عليها الارجل الكاذبه بتاعتها. هتبتدي عمليه البلعمه كده التصقت بيها، تبتدي تلتقمها. رقم 4 هي بقى الكيلينج، هي خلاص التقمتها. رقم 4 تبتدي تقتلها عن طريق حاجتين، يا اما اكسجين ديبندنت اما تعتمد على الاكسجين في طريقة القتل، او اكسجين انديبندنت او عدم وجود الاكسجين. يبقى اما تعتمد في القتل على حاجتين، يا اما في وجود الاكسجين او في عدم وجود الاكسجين. ودي قال لك ذات ليس باورفول زان اكسجين ديبندنت، دي اقل طاقه. يعني بمعنى صح ان الاكسجين ديبندنت لما تعتمد على الاكسجين او في وجود الاكسجين عما يكون القتل اسرع. تمام كده. يبقى في وجود الاكسجين عما يكون القتل اسرع، في وجود الاكسجين عما يكون القتل اسرع. تمام كده. تمام يا رجاله، اتمنى تكونوا فاهمين من لحد كده. كلام سهل وبسيط والله. تمام. وانتوا دارسينه قبل كده ما الا عليكم بالانجليش عشان تركز فيه بس. تمام. فاهمين؟ اعيد لكم تاني على السريع. تمام. يبقى قلنا مكونات الخلية تاني حاجة اللي هي عملية البلعمة. قلنا عملية البلعمة ديت عم تبتدي تبتلع الجسيمات او اي حاجة او اي بكتيريا غريبة دخلت الجسم عن طريق الخلايا البلعمية بتاعتها. تمام. البروسيس بقى عم تحدث عملية البلعمة عن طريق 4 حاجات. اول حاجة انجذاب، تبتدي تروح للسايت اللي موجود فيه الانفكشن ده الاصابة او السايت الموجود فيه البكتيريا دي. تمام. تاني حلقة التشمن، تبتدي تلتصق بيها عن طريق الالتقام بقى اللي هو عن طريق الارجل الكاذبة الموجودة في البكتيريا اللي هو قلنا عليها الانتيبوديز. محدش هيقولها لك دي بس انا بقولها لك اهو. الانتيبوديز الموجودة فين؟ في الجسم المضاد او البكتيريا. تمام. عن طريق الانتيبوديز الموجودة في الخلايا البلعمية. خد بالك قلتها لك برضو. تمام. محدش هيقولها لك. ماشي.
تمام. يبقى الارجل الكاذبه وعم تبتدي تبتلع. تالت حاجه بقى تعمل لها قتل بعد ما ابتلعت البكتيريا او الانفكشن ده، تبتدي تعمل لها قتل. وعما يكون القتل عن طريق الاكسجين او الاعتماد على الاكسجين اسرع من القتل عن طريق الايه مفيش اكسجين. يعني لو مفيش اكسجين برضه هتقتلها، لو في اكسجين هيكون القتل اسرع. تمام كده. تمام. تاني حاجه بقى الايه الاكوايرد اميون اللي هي المناعه المكتسبة. المناعة المكتسبة دي برضو قالك التعريف بتاعها مش عايزينه، قالك دي برضو في منها نوعين، يا اما هيمورال اميون ريسبونس اللي هو بمعنى صح يعني استجابة انسانية بمعنى لو انا مثلا محمد شتمني فالاستجابة الإنسانية بتاعتي هرد عليه، أو مثلا الاستجابة الإنسانية ممكن لو واحد ضعيف شوية فهو يسيبه، فاهمني؟ هكذا هي في المناعة المكتسبة، ممكن يسيبه وممكن يرد عليه. تمام. يعني ممكن يسيبه ويخش يقول لا ده مش محدد بالنسبة لي، أنا مش عارفك، خلاص أنا مش عارفك فمش هرد عليك هسيبك. إنما بقى لو عارفه هيرد عليه، دي المناعة المكتسبة وقلناها أنا بوضح لك أهو. تمام. تاني حاجة بقى وهي السيل ميديومنت اميون ريسبونس اللي هي الاستجابة عن طريق الخلايا بقى، استجابة عن طريق الانتيجينات والانتيبوديز عن طريق الخلايا. ايه الخلايا؟ اللي هي الانتيجين والانتيبوديز، عن طريق الانتيجينات والانتيبوديز. تمام. دي تاني حاجة في المناعة المكتسبة. وقلنا المناعة المكتسبة ديت سبيسيفيك اور ادابتيف، يعني مكتسبة زي ما قلنا او محددة. تمام. يعني قلنا اول حاجة في ليها حاجتين، التعريف بتاعها مش مهم، ليها حاجتين، الهيمورال اميون ريسبونس يعني قلنا الاستجابة الإنسانية بمعنى صح ليها، يا إما هتسيبه يا إما هتعمل له التهاجم. تاني حاجة بقى السيل ميديتد اميون ريسبونس اللي هي الاستجابة عن طريق يا إما الأنتيجينات يا إما الأنتيبوديز، ودي مهمة جدا 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 ركز عليها. تمام. وفي جدول في الصفحة اللي بعديها مهم برضه، فأنت تركز عليه جو. تمام. يبقى الانتيجين ده قال لك ايه؟ الانتيجينات دي it is a substance when introduced inside the body. قال لك دي مادة لما تبتدي تعمل inside the body، لما تبتدي تدخل جوه الجسم will stimulate specific immune response، عم تبتدي تحفز الاستجابة المناعية المحددة دي، تحفز الاستجابة المناعية المحددة اللي هي المناعية الايه المكتسبة. احنا قلنا المكتسبة هي اللي محددة specific. تمام. قال لك either او in the form في شكل of antibodies او في شكل اجسام مضادة. تمام. قال لك اللي هي الهيرمول اللي هي خلطية، هيمورال قصدي بمعنى خلطية. تمام. اور سيل ميديتيد اميونيتي او مناعة خلوية بروتكت باي الايه التي ليمفويدز اللي هي ايه بروتكت باي عملية تحميها بواسطة الليمفاوية. تمام. يبقى الانتيجينات الموجودة دي مادة عم يتم ادخالها داخل الجسم عن طريق الانفكشن. تمام. في انفكشن حصل، دي الانتيجين ده الموجود على الايه على الكائن الغريب اللي دخل الجسم. تمام كده. تمام. انما الانتيبوديز دي عكسه، الانتيبوديز دي بقى موجوده في جسمنا، انها تبتدي تلتصق بالانتيجينات عشان تعمل عمليه البلعوم، وده اللي قلته لك. تمام. اللي قلت لك ان الانتيجينات ده عباره عن اجسام مضاده موجوده فين؟ على البكتيريا، انما الاجسام المضاده بتاعتك انت اسمها الانتيبوديز. يبقى الاسم العلمي الموجود على او الاجسام المضاده الموجوده على البكتيريا نفسها اللي دخلت الجسم او الكائن الغريب اللي دخل الجسم اسمها ايه؟ انتيجينات. يبقى الانتيجينات دي ماده لما يتم ادخالها داخل الجسم عم تحفز الاستجابه المناعيه، يعني بمعنى صح دخلت مع الميكروب، في ميكروب دخل او في بكتيريا دخلت، البكتيريا دي على جسمها من بره اللي هي الارجل الكاذبه اللي قلنا عليها اللي هي الايه الانتيجين. تمام. قال لك الانتيجين اللي من بره ده عم يبتدي يحفز الاستجابه المناعيه، يعني بمعنى صح يروح معدي من قدام يقول انا تعالى اقتليني. تمام. فبمعنى صح عم يحفز الاستجابه، او عم يحفز ايه بالظبط؟ الانتيبوديز، عم يحفز الايه الانتيبوديز اللي هي الاجسام المضاده عشان تروح تلتصق بيه. تمام يا عم ماشي. يبقى قلنا الانتيجينات دي مادة عم تبتدي تخش جوه الجسم عن طريق الميكروبات وعم تحفز الاستجابة الايه المناعية. تمام كده. تمام.
تاني حاجة اللي هي الانتي بوديز اللي هي الاجسام المضادة. قالك it is serine بروتين، دي مصل بروتين that react specifically with the antigen اهو that produce it، اما يبتدي يتفاعل مع الايه مع الانتيجين ده بشكل خاص اللي تمام. يبقى العلاقة بين الانتيجين والانتي بوديز علاقة بنت كلب، علاقة وحشة. لما ده يشوف ده يروح يجري عليه ويلتصق بيه عشان يهاجمه. المعنى صح زي العلاقة بين احمد ومحمد، مش عم يتجوا بعض. الواد احمد ده عايز يخش عند محمد عشان يقتله، تمام. فمحمد اول ما يشوف احمد يجري عليه ويلتصق بيه ويعجنه لحد ما يبتلعه، لحد ما تيجي عملية البلعامة وهي زي ما اقول له هبلعك صاحي. تمام. يبقى ده الموضوع اهو بلخص لك كل حاجه عشان تفهم، تمام. يا رب تكونوا فاهمين، يا رب اتمنى والله من كل قلبي. تمام. يبقى دي علاقه بين الانتيجين والانتيبوديز. الثاني الانتيجين ده موجود فين؟ على سطح البكتيريا او الكائن الغريب اللي دخل الجسم او الانفكشن، تمام كده. تمام. انما الانتيبوديز دي موجوده في جسمك. الانتيجين دي تروح معديه من عند الانتيبوديز او تعدي من اي مكان، خد بالك من الكلام، تعدي من اي مكان في الجسم، فتروح الخلية اللي جنبيها تصورها، تروح تقول يلا في انتيجين عم ينادى علينا وعم يحفزنا، في انتيجين دخل الجسم، في حاجة عم تهاجمنا، تعال نلحق نهاجمه، تعال نلتصق بيه عشان نجيب الخلايا البلعمية تبلعه. تمام كده. تمام. اتمنى تكونوا فاهميني تاني. تمام كده. ديت الايه الاكوارد اميونيتي اللي هي المناعة المكتسبة. قالك المناعة المكتسبة فيها انواع، قالك التايبس اوف الانتيجين دي مش عليك ومش مهمة بالنسبة لك. تمام كده. تمام. نيجي للجدول اللي في نفس الصفحة من تحت، وده اهم حاجة مهم برضه، قلت لك اي جدول مهم 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 مهم. تمام. تمام. برضه احنا لسه عم نتكلم في المناعة الاستجابية الايه المكتسبة. قال لك الجدول ده فيه مقارنة بين حاجتين، استجابة مناعية أولية برايمري immune response، واستجابة مناعية سكندري ثانوية. تمام كده. تمام. يبقى دي استجابة مناعية، الاستجابة المناعية يبقى الأول الصفحة ده مش عليك، اللي هو التايبس بتاع الانتيجين مش عليك، والهرمونال immunity ده برضو مش عليك. المهم في الصفحة دي أهم حاجة الجدول، وقلت لك أي جدول مهم جدا جدا جدا. تمام كده. تمام. يبقى البرايمري اميون ريسبونس الاستجابة المناعية الأولية. يعني الاستجابة المناعية الأولية يعني بمعنى صح أول ما يخش الانتيجين أو الانتيبوديز، قصد البكتيريا أو الانتيجين الموجود على البكتيريا، أول حاجة ما تعمل أتاك اللي هي الايه الاستجابة المناعية الأولية. تمام. تمام. يعني بمعنى صح الاستجابة المناعية الثانوية دي ايه؟ دي ذاكرة بالنسبة للبرايمري اميون ريسبونس. يعني ذاكرة يعني الاستجابة المناعية الوقت دخلت ايه؟ دخلت هاجمت ميكروب معين، خدت عنه شوية معلومات، راحت عطته الايه الاستجابة الثانوية، راحت عطته الاستجابة الثانوية عشان لما يخش الميكروب ده تاني تبتدي تهاجمه الثانوية على طول عشان تقتله بسرعة. انما البرايمري تسيبه يعجن مع نفسه وتروح تشوف اي ميكروب تاني جديد دخل الجسم عشان تبتدي تهاجمه، وتروح واخد عنه شوية بنات تلجح على الاستجابة المناعية الثانوية. تمام. ده ملخص الموضوع وهقوله لك زي موجود في الجدول. تمام. تمام. اول حاجه الديفينيشن التعريف. الاستجابه المناعيه البرايمري الاوليه قال لك دي اكسبوجر اوف بودي تو ذا اي جي اللي هو الانتيجين، يعني فور ذا فيرست تايم، اللي هو تعرض الجسم للانتيجين ده لاول مره. يعني البكتيريا ديت زي ما قلنا دخل عليها الانتيجين من بره، الجسم هيبتدي يتعرف على الانتيجين ده لاول مره، سكندري او برايمري، قصدي برايمري او فيرستلي قصدي. فهي المناعه الاوليه ديت اللي هي ما يتعرف عليها الجسم الايه لاول مره زي ما اتفقنا. تمام. تمام. انما بقى السكندري اميون ريسبونس اللي هو الاستجابه المناعيه التعريف بتاعها دي سكندري اكسبوجر، يعني تعرض ايه لمره ثانيه او ثالثه او رابعه او خامسه وهكذا. لو ابتدى يخش الميكروب ده مره ثانيه او ثالثه او بعد كده انت خلاص خدت عنه خلايا ذاكره، فخلاص انت عرفته، مهما يدخل هتبتدي تقتله بسرعه. تمام. ما عدا حاجة واحدة بس في الجسم هي الانفلونزا. يمكن انت عارف الموضوع ده، ان الانفلونزا كل مرة بتيجي للشخص بتيجي بأجسام بأنتيجين خالص مختلف. تمام. ففي بتاع حوالي اكتر من 100 نوع من الانتيجينات بتاع الانفلونزا.
او كتير او اكتر من كده كمان، بس اللي انا اعرفهم او اللي انا فاكرهم من العدد ده جال قدامي يعني قبل كده ان هم 100 نوع من الانتيجين. يعني بمعنى صح اما تخش كل مرة بطريقة مختلفة. عشان كده اول ما يجيلك انفلونزا او كل مرة بيجيلك انفلونزا بتظهر عليك اعراض وتقعد تاخد برشام. تمام. يبقى انما الباقي خلاص طالما خدت عنه فكرة هتبتدي تكتره بسرعة، ما عدا زي ما قلت لك الانفلونزا. يعني بمعنى صح زي اللي كان منتشر الفترة اللي فاتت دي فيروس كورونا. لو واحد جاله فيروس كورونا لأول مرة بيبتدي تعب وشديد ومش عارف ايه وخلاص ابتدي تهاجمه البرايمري اميون ريسبونس، الاستجابة المناعية الأولية. الاستجابة المناعية الثانوية ملهاش أي دور خالص الوقت. جت بقى بعد ما هاجمت وخلاص الحمد لله اتقطع عليها وبقيت فل. جت الاستجابة المناعية الثانوية تقول له هات المعلومات اللي انت سحبتها منه اديها لي عشان لما يجي لك بعد كده اعرف اتعامل معاه. تمام. فيروح عطيلك السكندري اميون ريسبونس، يروح يقول له خدها الاسطوانه دي السي ده خليه معاك، الفضائح بتاعتها خليها معاك عشان اول ما يجي يهاجمك طلعها له على طول. خلاص قال له ماشي يا عم انا معاك. عشان كده لما يجي مثلا فيروس كورونا للشخص ده مره تاني فيبتدي تطلع السكندري، اي نعم بيظهر اعراض. ليه؟ لان الفيروس ده بيكون مختفي في فتره الحضانه وفتره يعني فتره التكاثر بتاعته بيكون مختفي. عشان كده اول ما يطلع مره واحده بتبتدي تظهر اعراض خفيفه، بعد كده يقتل بسرعه، يبتدي يحصل له رابط بسرعة. تمام كده. تمام. خلينا في الجدول بتاعنا، رحت لك لحاجة تاني برضه عشان تفهم. خلينا في الجدول بتاعنا. يبقى التعريف الاستجابة المناعية الأولية تتعرض الجسم للأنتيجين أو البكتيريا ديت اللي هتهاجم الجسم الأول مرة، إنما السكندري تتعرض ليه قبل كده كتير. تمام. قال لك الاستجابة المناعية الأولية القدرة على القتل الأونست، القدرة على القتل الميكروب اللي داخل ده اسلوب. الاستجابة المناعية الأولية دي أول مرة تشوفه يعني هتكتره ببطء. وليكن مثلا أنا هنكتب مع محمد برضه. تمام. فمحمد انا اول مرة اعرفه، ما عرفش نقاط ضعفه فين، ما عرفش هل هو هيضربني ازاي، فانا هنقعد ندق في بعض مثلا فترة طويلة عشان واحد يتغلب على التاني لان احنا ما نعرفش نقاط ضعف بعض. تمام كده. تمام. انما السكندري اميون بقى اللي هي الاستجابة المناعية الثانوية رابط سريعة. ليه؟ لان انا عرفت مثلا او محمد عرف نقاط ضعف عبد الله فيروح يقتله بسرعة. تمام كده. تمام. نيجي بقى للبريسيستنس اللي هو عمر الجسم المضاد الموجود في الدم. بقى الاستجابة الجسم المضاد الانتيبوديز بقى العمر بتاعه، انت عندك هنا خلايا ذاكرة في السكندري زي ما اتفقنا، انما البرايمر هي قتلته وخلاص مش عايزاه. يعني بمعنى صح هتهاجم واحد جديد عما ترمي السي دي الفضائح بتاعته فين؟ في السكندري في الاستجابة المناعية. عشان كده هي شورت ديريشن اللي هو عمرها قصير. الاجسام المضادة اللي عما تحارب البكتيريا الاول مرة اللي عما يكون قدرة القتل بتاعتها بسيطة قليلة، يعني عما كده يكون العمر بتاعها بتاع جسم الانتيبوديز بتاعها ما يكون قصير. انما السكندري لونج ديتيشن تمتد، وديت معلومة ليكم انتوا تستمر تقعد معاك فترة لأكتر من 30 سنة. تقعد أكتر من 30 سنة بس مش أكتر، يعني مش أكتر، مش زي مثلا 50 سنة. هي تقعد مش أقل من 30 سنة يعني بمعنى صح. تمام كده. تمام. يعني ما تقعد لأكتر من كده بكتير، لكن ما تقعدش لأقل من من 30 سنة. تمام. بعد كده رابع حاجة قال لك الاب ليفل اللي هي كمية الأجسام المضادة. الاب ليفل كمية الأجسام المضادة اللي هي الانتيبوديز ليفل اللي هو كمية الأجسام المضادة الموجودة في المناعة الأولية. قال لك لو ويز سلو انكريز يعني قليلة عما تزيد ببطء. برضه اما يهاجم لأول مرة فأنا مش عارف نقط ضعفك والجو ده كله فيبتدي يهاجمك لأول مرة وهكذا، فهتكون الاستجابة بتاعتي بطيئة والزيادة في ان هاجمك أكتر بطيئة. تمام. انما السكندري طبعا هتبقى هاي ورابد سريعة وعالي. تمام. الجسم المضاد بقى المستخدم في البرايمري IgM وهنبتدي نتعرف عليهم بالتفصيل في الصفحة اللي بعديها. خليك عارف بس ان دي برضو اكيد هتجيلك في الامتحان، وان السكندري IgG برضو هناخده بالتفصيل، والIgM والIgA والIgE والIgD الخمس انواع من الاجسام المضادة المشهورين هناخدهم في الصفحة اللي بعديها هقولهم لك دلوقتي بالتفصيل. تمام. يبقى تاني الجدول ده عشان زي ما قلت لك مهم مليون جدا.
يبقى البرايمري اميون ريسبونس الاستجابه المناعيه الثانويه ديت عما يكون تعرض الجسم الانتيجين دوت لاول مره، عما يكون القدره بتاعتها على القتل سلو، صح كده. عمر الاجسام من الانتيبوديز الموجوده فيها عما يكون عمرها شورت، قصيره طبعا. كميه الاجسام المضاده للانتيبوديز الموجوده فيها عم تبقى لو عم تزيد ببطء. الجسم المضاد الموجود فيها IgM، خليك فاكرها كويس، IgM خليك فاكرها كويس، تمام كده، تمام. انما السكندري بقى الاستجابه عندها ذاكره، عندها ايه؟ ذاكره، يعني واحد تكون ذاكرته قويه، عندها ذاكره، ما عندوش مثلا زهايمر زي المناعه الاوليه، تمام. يبقى الذاكره بتاعته كويسه، فدوت هاجم البكتيريا الاكتر من مره، فيكون ايه الاستجابه المناعيه، او تعرض للبكتيريا دي اكتر من مره، الاستجابه بتاعته او قدرته على القتل تكون رابط سريعه، تمام. عمر الجسم المضاد الموجود هيكون طويل العمر، لونج ديتيرشن، يعني العمر بتاعه طويل، تمام. كميه الاجسام الانتيبوديز الموجوده، كميه الاجسام المضاده الموجوده في الدم ساعتها هتبقى زياده، او لما يدخل البكتيريا دي للدم تاني هتبتدي يكون كميه الاجسام المضاده لما تطلع زياده، تمام كده، تمام، او هاي ورابد، سريعه وعاليه. الجسم المضاد الخاص بيها هو ايه؟ IgG، وهنعرفهم بالتفصيل الممل واحده. قال لك ان IgG اما يكون في المناعه الثانويه، ليه؟ لان هو اكتر انواع من الاجسام المضاده موجوده في الجسم، اما يمثل حوالي 75% من الايه؟ من المناعه، معنى صح، تمام كده. انما IgM عشان كده اما يزيد ببطء وبالراحه ده ما يمثل 10% بس، وده هتعرفه برضو بالتفصيل دلوقتي واحده. تمام. يبقى عرفت الجدول، بسطته لك وسهلته لك، واتمنى برضو تكونوا فهمتوني وحفظتوه معايا من كل قلبي. تمام. عمالة تقول لي IgM والIgG تعالى اشرحهم لك بقى في التفصيل، ودول مهم. كل اللي انا قلته في المحاضرة دي مهم، على فكرة المحاضرة دي مهمة جدا 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 وسهل، انت خدتها قبل كده زي ما قلت لك الحاجات المهمة فيها اللي هي تيجي في الامتحان، انما الباقي مالناش دعوه بيه. تمام يا رجال. نيجي بقى الكلاسيفيكيشن بتاع الهيموجلوبين، اللي هو فئات الهيموجلوبين المناعي، اللي هو IgG والIgM والIgA والIgE والIgD، 5 انواع من الايه؟ من الاجسام المضادة المناعية او الهيموجلوبين الايه؟ المناعي. قال لك اول حاجة الIgG ده قلنا اهو it is compares 75% من الايه؟ من الهيموجلوبينز، اللي هو الاميونوجلوبينز، اللي هو الجلوبولين المناعة، يمثل 75%. عشان كده هو بيبقى عنده خلايا ذاكرة تستمر اكتر من 30 سنة، يعني مش اقل من 30 سنة عم تستمر، فعشان كده هو يمثل اكتر حاجة موجودة فين؟ في الجسم. الIgG. تمام كده، تمام. قال لك mainly into secondary immune response، يعني هو موجود في او بشكل رئيسي موجود في الاستجابه المناعيه الثانويه، ولسه قايلينها في الجدول. تمام. كروس ذا بلاسينتيا، عم يبتدي يعبر المشيمه، يعني بمعنى صح عم يبتدي يعمل كروس للبلاسينتيا. لو في اي مثلا بكتيريا لو في مظهر حامل وفي بكتيريا مثلا ابتدت تنتقل للطفل، عم يبتدي يعبر المشيمه عشان يقتل البكتيريا اللي راحت للجنين ده. تمام كده، تمام. وعشان كده قلنا دي هي موجوده عندها خلايا ذاكره موجوده في الاستجابه المناعيه الثانويه، هي نسبته اعلى نسبه موجوده فين؟ في الجلوبولين المناعي اصلا. تمام. تاني حاجه وهي الIgM جالك اتس كومبيرز عما يحتوي على 10% من الجلوبولين المناعي، الاميون جلوبولينز، اللي هو الجلوبولين ايه المناعي. يبقى ده ما يحتوي على كام؟ 10% بس، ما يحتوي على 10 في المية. تمام. يبقى الIgM عم يحتوي على كام؟ 10%. انما الIgG اهم 2 اصلا. تمام. الIgG عم يحتوي على 75%، صح كده، تمام. الIgM 10%. تمام. قال لك مين اللي موجود بشكل اساسي فين؟ في البرايمر، صح، لسه قايلينها في الجدول وهقولها لك تاني. تمام. نيجي بعد كده للIgA. قال لك present in mucus secretion، موجود في افرازات الموكس اللي هي المخاطيه. so have role in local immunity، وليه دور في المناعه الموضعيه. اللوكال immunity اللي هي المناعه الموروثه، الموروثه، يعني الIgM دوت تبع المناعه الموروثه، اللي دور في المناعه الموروثه، عشان كده برضو نسبته قليله. تمام. يعني 75 و10 85، انما 15% ديت عم يتوزع على 3
التانيين اللي هو اي جي اي واي جي اي واي جي دي. يبقى قلنا اي جي اي بريزنت ده موجود في الموكس سكريشن في الافرازات المخاطيه، وعما يكون له دور او عما يساعد اللوكال اميونيتي المناعه الموروثه. تمام. نيجي بعد كده لرابع حاجه وهي الاي جي اي. ده قال لك موجود في السمول كونسنتريشن، موجود بتركيز اقل، موجود في الدم بتركيز اقل. قال لك مين اللي بريزنت ان هايبر سنسيتيف رياكشن، تفاعل فرط الحساسيه. يعني لو في تفاعل حساسيه عندك عم يبتدي يجري الاي جي. خد بالك الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا، يعني هتجيلك في الامتحان بص مؤكد 1,000,000%. عشان كده قلت لك المحاضره دي مهمه وشرحتها لكم بالتفصيل الممل عشان تفهموا. تمام. يبقى الاي جي اي تمام موجود بتركيز اقل، بس عم نعمل ايه في الهايبر سنسيفيتي، يعني في الالرجي. لو في اي حساسيه او في تفاعل حساسيه ايه اللي هيجري؟ الاي جي اي. خليك فاكر كويس عشان دي جايلك في الامتحان. الاي جي دي قال لك بريزنت ان سمول اماونت، موجود بكميات قليله. احذف الاي جي دي خالص، مش عايزينه، مش هتسأل فيه ليه، ما فيش حاجه. ده قال لك موجود بكميات قليله. ركز على الاربعه الاولانيين، ركز على الاربعه الاولانيين. برضه خليك عارف ان في جسم خامس ما تنساش، بس دوت ما فيش بمعنى صح فانكشن، ملوش وظيفه، فعشان كده مش هيجيلك في الامتحان. يبقى اللي هيجيلك في الامتحان ممكن يجيب لك مثلا الاي جي ام دوت عم يستخدم او في تفاعلات او بريزنت موجود في الهايبر سنسيتيف رياكشن، هتقول له لا غلط، ده الاي جي اي مش الاي جي ام. تمام كده. تمام. تاني وتالت ورابع لحد ما تفهموا وتحفظهم بقى. يبقى الكلاسز بتاع الاميوجلوبين اللي هو الفئات بتاعتها قلنا 5: اي جي جي، اي جي ام، اي جي اي، اي جي اي، اي جي دي. قلنا سيبك من الاي جي دي لانه ملوش فانكشن، ملوش وظيفه. خلينا في الاي جي جي. كنا الاي جي جي ده موجود بنسبة كام؟ 75%. ممكن يسألك فيها وقال لك ده موجود في في المناعة السكندري اللي هي المناعة الثانوية، موجود في الاستجابة المناعية الثانوية، وعم يعمل كروس للبلاسنتي. يعني ممكن يقول لك الاي جي ام ده كروس للبلاسنتي، هتقول له لا غلط. ممكن يجيبها لك في الاختيارات يقول لك الاي جي ام ده يستخدم في الهايبر سنسيتيفيتي، موجود في الموكس سكريشن في الافرازات المخاطيه، كروس للبلاسنتي مع عمر البلاسنتي النسبه بتاعته 10%، لا هتقول له ده كروس للبلاسنتي. تمام كده. تمام. تاني يبقى الاي جي جي ده النسبه بتاعته الموجود في المناعه 75% ودوت من او مني بشكل رئيسي موجود في السكندري اميون ريسبونس في الاستجابه المناعيه الثانويه، وده بيعمل كروس للبلاسينتا عما يمر عبر المشيمه وقلت لك كده. تمام. تاني حاجه الاي جي ام ده عم يحتوي على نسبه 10%، خليك فاكرها برضه عشان ممكن يسالك فيها. تاني حاجه قال لك مين اللي موجود بشكل رئيسي في الاميون ريسبونس في الاستجابه المناعيه الاولي. تمام. الاي جي اي بقى الاي جي اي تمام قال لك بريزنت موجود في الموكس سكريشن، موجود في الموكس سكريشن في الافرازات المخاطيه في الافرازات المخاطيه وليه دور اساسي في اللوكال اميونيتي اللي هو المناعه الموضعيه. الاي جي اي وده مهم برضه. بص السؤال هنا هيجي لك ازاي، بمعنى زي ما قلت لك، او اللي هيركز لك عليه قوي الاي جي جي برضه تخليك عارفهم الخمسه. انا بقول لك اهو اللي هيركز لك عليهم الاي جي جي، الاي جي اي والاي جي اي، دول اللي ممكن يسالك عليهم بنسبه 100%. انما اللي ممكن يسالك عليهم بنسبه 80% الاي جي ام والاي جي دي. عشان كده هم السته مهمين، هم الخمسه قصدي مهمين جدا، بس برضه تركز عليهم الخمسه، يعني ما تركزش على 3 معينين بس اللي فيهم الاسئله اكتر، اللي هم اللي هو الاي جي اي والاي جي اي والاي جي اي، هم اللي يلخبطوك وهم اللي فيهم اسئله اكتر. تمام. تاني الاي جي جي دوت نسبته 75%، ده موجود فين؟ في المناعة المكتسبة الثانوية اللي هو السكندري اميون ريسبونس الاستجابة المناعية الثانوية، وده عم يعمل كروس للبلاسينتا عم يمر عبر المشيم. الاي جي ام ده يحتوي على 10%، وده موجود في البرايمري اميون ريسبونس الاستجابه المناعيه الاوليه. تمام. الاي جي اي بقى وانت مغمض، الاي جي اي ده موجود فين؟ في الموكس سكريشن، موجود في الافرازات المخاطيه، وكمان عم يساعد في اللوكال اميون في الاستجابه المناعيه اللي هي الاستجابه الوراثيه. وانت مغمض على طول لما يقول لك كده يبقى على طول تجري على على الاي جي
ايه. تمام. لو جالك الاي جي هتقول له ايه على طول؟ هتقول له ده موجود بتركيز قليل، مش هيسألك فيها، هيسألك في التانية اللي هو يستخدم فين؟ في الهايبر سنسيتيف دي رياكشن، اللي هو تفاعل فرط الحساسية. تمام. يبقى مش هقول لك هل هو موجود بنسبة كبيرة ولا لا هقول لك التانية اللي هو بشكل اساسي ماله هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، اللي هو تفاعل فرط الحساسية. تمام كده. اتمنى تكونوا فهمتوني كده. المحاضرة خلصت يا رجالة، اتمنى تكونوا فهمتوني، اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضرة، لان هي مهمة جدا 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 اللي انا شرحته لكم، بس عشان تبقوا عارفين برضه. تمام. الحاجات اللي انا شرحتها اكتر من مرة وبعيد وازيد فيها عشان تفهموا اكتر وزيادة، وزي ما انتوا عايزين معاكم للاخر وما تخافوش. تمام. وكله يعني والله سهل وحاد فل والله للاخر، بس انت اسمع وركز، بس عايزة منك سنة تركيز بس كده. تمام. وانت بتيجي تسمع المحاضرة يعني راجع معايا. تمام. كأنك بتذاكر معايا، كأنك بتذاكر، سيبك من ان انا بشرح وكأنك بتذاكر معايا. تمام. خلاص يا رجاله، دي كده المحاضره خلصت. اتمنى تكونوا فهمتوني، يا رب اكون فدتكم باي حاجه. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تدعمونا وما تنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم. وان شاء الله كل الاسئله زي ما قلت لكم واتفقنا ان كل الاسئله هتلاقوها على جروبات التليجرام بتاعتنا، كل الاسئله اللي انتوا عايزينها هتلاقوها. تمام يا رجاله. وكده هتكون المحاضره خلصت. والقاكم في المحاضره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.